السلام عليكم. البارح تلعب ماتش ديال الجيش الملكي وضد فريق النهضة البركانية. اللقاء عرف واحد الندية كبيرة، وفي الأخير تأهل فريق الجيش الملكي لنهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية. هنيئا لفريق الجيش الملكي، وهنيئا لجماهير الجيش الملكي، وهارد لاك لفريق النهضة البركانية ولجماهيره الكبيرة. كنرجعوا لفريق الجيش الملكي بعد ما تأهل لهاد النهاية ديال العصبة اللي فرحتنا، وأن فريق مغربي غادي يلعب النهائي هاد العام. وغيمثلوا فريق الزعيم، فريق الجيش الملكي، الفريق العتيد، فريق الألقاب، فريق اللي عنده عصبة وكيطمح يزيد الثانية، وكل شيء ملعوب. الخصم ديال فريق الجيش الملكي فريق الجنوب الافريقي، سان داونز، الفريق الغني عن كل التعريف، فريق خطير في اللعب ديالو، كيفاش كيعرف كيفاش كيلعب لي كومبينيزون بين اللعابه، كيفاش كيوصل، كيفاش كيعرف يسجل، كيعرف امتى يضغط، كيعرف كيفاش ينظم، كيلعب الكل هذاك الفريق. عنده لاعبين مزيانين، عنده حارس مزيان. ولكن حنا دابا هنا كمغاربه بغينا الجيش الملكي هي اللي دير عصبه، يعني بغيناهم ينساو هذا الماتش ديال مع بركان، وينساو الفرحه ديالهم انهم تاهلوا للعصبه النهائي ديالو، وبغيناهم يركزوا تماما باش يجيبوا الكاس. حيت الا ركزوا ولعبوا على واحد النقاط الضعف ديال فريق سان داونز، اكيد غادي يجيبوا الكاس. اما الا ترخا وبقى شادهم الفرحه ديال النهائي غيلعبوه، يعني خاصو ينساو هادشي، خاصهم التركيز. وكل لاعب كل لاعب يخدم على راسو، ويجربوا بزاف ديال الحوايج، يزيدوا في لونطريمون، يزيدوا في كيفاش يكروشي، ويزيدوا كيفاش يمروا الكرة بيناتهم، يزيدوا كيفاش يفرابيو لي بال عن بعد، يزيدوا كيفاش يمروا الكرات العرضية. كلشي هادو خاصو يتعلموا ليه. لأن فريق سان داونز ما كيخليش أي حاجة صدفة، لأنه واحد الفريق كيضغط بشكل رهيب. ولهذا خاص تستعدوا فريق الجيش الملكي بالجماهير ديالو، اللي حنا عارفينهم جمهور كبير وقوي، وأكبر مساند لفريق الجيش الملكي اللي كيدفعوا للأمام. والفريق كيطمح ككل بجميع المكونات ديالو انه يجيب هذا الكاس اللي غتكون مفخرة للمغرب، وغتزيد تبين القوة المغربية في الرياضة وفي كرة القدم والهيمنة ديالها على الصعيد الإفريقي. ولهذا كنتمنى لهم حظ موفق. وهذا الشيء اللي قلنا إلا غير على كرة القدم الوطنية، وغير على فريق الجيش الملكي الزعيم اللي كيظل واحد من أبرز الفرق الوطنية. كنتمناو بخالص التمنيات بجلب اللقب الأفريقي، وعدم منحه للغير، وكذلك باش يدخل الخزينة ديال فريق الجيش الملكي. وكنت نتمناو كذلك جميع الفرق تساند هذا الفريق، تساندوا بكل شيء. وتحية خالصة للجمهور وجماهير الجيش الملكي. وحظ موفق لفريق النهضة البركانية فيما يلي من المشاركات القادمة. إذا من الآن نترقب جلب فريق الجيش الملكي الكأس، ولما لا، ففريق الجيش يتمتع بلاعبين كبار مثل حريمات، مثل لاعبين آخرين لكي
اللي بينوا هاد السنة عن العلو الكعب ديالهم لا في البطولة لا في الكأس، وحظ موفق.